البرنامج تحدث عن زراعة القوقعة. نعم. صوتي واضح عندكم؟ نعم نعم، صوتك واضح، تفضل. نعم. فيشرفني والله المشاركة في البرنامج هذا. طبعا أنا أشارك في برنامج زراعة القوقعة. طبعا في بداية الأمر أحزنني الأمر، والآن من أسعد الناس بوجود برنامج زراعة القوقعة. يعني فضلت أول ما بلغني الأمر أن بنتي منار فاقدة للسمع، وأنها خلاص نعم. اتجهت إلى الإعاقة السمعية وتكون عندها نقص وانقطاع عن المجتمع. لكن والله الحمد بعد ما بحثنا وسألنا عن السبل والطرق لعلاج البنت، اكتشفنا أن فيه برنامج زراعة القوقعة. طبعا أنا أختصر لك الموضوع. نعم تفضل. أقول لكم نجاح باهر، يعني لدرجة أن ولله الحمد كادت تكون الإعاقة انعدمت كليا ولله الحمد. نعم ولله الحمد. تتكلم وتسمع وتدرس ما شاء الله، ولله الحمد، متفوقة في دراستها. ما شاء الله. هذا باختصار يعني. نعم. في أي مرحلة دراسية هي؟ الآن وصلت السادس ابتدائي. ما شاء الله. يعني كان الأمر بادرت في قرارك لزراعة القوقعة والعلاج مبكرا أم كان الأمر متأخر؟ والله أول ما بدينا بالبديلات السمعية للسماعات العادية. نعم. يعني وكنت أنا أبحث عن زراعة القوقعة في النت وفي برامج كثيرة، وشفت أن زراعة القوقعة مجدية ومفيدة، وهي جديدة علينا وصعبة في نفس الوقت. يعني هذه أشياء لازم أن يعني نعملها. نعم. ما شعورك عندما وجدت منار تسمع وتتكلم بطلاقة والحين الحمد لله تتفوق في دراستها؟ ما شعورك؟ والله شعوري لا يكاد يوصف. يعني سمعت بنتي هي تخاطب الآن جالسة تتكلم معي كلام طبيعي، يعني كأن لم يكن عندها إعاقة سمعية. فهذا الشيء يعني عظيم من الله سبحانه وتعالى، يعني نعمة نشكر الله عليه، ونشكر الأطباء الذين ساهموا في إنجاح العملية، وكذلك قسم التأهيل اللي يساعدونا. ولا أخفيك أنا أعرف أسر وواجهت ناس متخوفين من عملية زراعة القوقعة، يعني بسطتها لهم. أنا واجهت قبل فترة يمكن وجيزة طفل أشوفه لابس سماعات العادية، طلبت من أبوه قلت ترى في برنامج زراعة القوقعة، أنا بنتي زرعت قوقعة والحمد لله الآن الأستاذ. يعني الرجل تحمس قال أنا بتابع معهم. فهذه نعمة والله، زراعة القوقعة أنها نعمة والله الحمد. نعم. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. جزاك الله خيرا أستاذ صالح على هذه المشاركة وبعث روح الأمل في كثير من المشاهدين الذين قد يكون أولادهم مصابون بنقص في السمع. جزاك الله خيرا على هذه المشاركة. كنا نود أن تكون منار تشارك معنا وتسمعنا ونسمعها. للأسف انها نايمة الآن، بس هي نايمة. أحب أوضح لك شيء. أنا الآن عندي بنت عمرها 2 سنين. نعم. اكتشفنا عندها من سنة أنها لا تسمع. نعم. فما تأخرت لأني أبحث عن إجراء العملية، والحمد لله عملنا لها عملية، والآن بدأت بوادر الاستجابة عندها. نعم ولله الحمد. ماذا تقول لمن يعني لديه ولد أو طفل أصيب بهذا؟ يعني رسالة قصيرة توجهها لأولياء الأمور والأهالي الذين قد يتخوفون من زراعة القوقعة، هذا العلاج الناجع إن شاء الله. والله أول شيء يحمدون الله سبحانه وتعالى على قضاء الله وقدره، وفي نفس الوقت يعني لا يتأخرون عن عملية زراعة القوقعة في حال أن الأطباء قرروها، لأن العملية الآن أثبتت نجاحها ولله الحمد. برضه أنا من المتابعين وحاضر المؤتمرات السنوية، ما سمعت أي حالة فشلت في الموضوع هذا، ولا سمعت عن أي أعراض أو مضاعفات
بعد العملية نعم. أو أي مشاكل، ولله الحمد. أنا أتكلم يعني من منطلق الواقع واللي جربته، يعني مو هو بأقرأ أو كذا. نعم، جزاك الله خيرا. عندما تستيقظ منار، نحن في قناة الأحواز نهدي هذه الحلقة لها، وهي بعنوان اسمعني. جزاك الله خيرا، والشكر موصول لحضرتك على هذه المشاركة. شكرا لك دكتور أحمد. هذه تجربة عملية، يعني أسعدني كثيرا أنه يتكلم بروح السعيد بنجاح ابنتي في السماع مرة أخرى. نريد أن نتعرف، لعل بعض المشاهدين لا يعلم يعني ما هي القوقعة وما زرعتها. شرحنا على الشاشة بصورة، ولكن نريد عمليا. أرى عدة أجهزة معك، فما هذه؟ فقط أحب أن أعلق على نقطة صغيرة. نعم تفضل. الأستاذ صالح الثقفي الله يعطيه العافية، وأشكره صراحة على الكلام الجميل، لكن حتى نكون واقعيين وصادقين ومنصفين في الكلام. هو ما شاف يعني حالات نعم. مضاعفات أو مخاطر أو كذا، لكن في الواقع يوجد هناك. نعم. توجد حالات حصلت لها مضاعفات، لكنها قليلة جدا، لا يعني قليلة جدا، زي التهاب مثلا في تحت الجلد، احمرار، احيانا الجهاز يتأثر، تصير فيه ضربة، مشاكل داخلية في الجهاز تحصل.